زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: وقال موسى إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. اليوم سنتناول قضية عظيمة كبيرة منتشرة في بلادنا، هذا المرض العضال، مرض السحر الذي ما من بيت إلا وقد نال نصيبا منه، وكان لا بد علينا أن نناقشه حقيقة ونناقش أوراقه وكيفية علاجه وما هو سببه، وهل سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما قصة موسى مع فرعون في هذا الأمر العظيم، وهل هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أم هو من فعل الشياطين. كل ذلك كان نناقشه مع شيخنا وأستاذنا وتاج رؤوسنا الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف. فأهلا وسهلا بدكتورنا الغالي. أهلا وسهلا ومرحب بالمشاهدين. أهلا بك. مشاهدي الأكارم، نتواصل معكم أيضا ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقناة السلام الفضائية، وكذلك على الرقم الذي يظهر أمامكم في الشاشة 0244 79 47 83 14 17. مشاهدي الأكارم، بسم الله نبدأ في حلقتنا هذه. وكما قلت لكم الحقيقة ما من بيت في إريتريا إلا من رحم الله طبعا إلا وقد ابتلي بهذا الأمر، إما نتيجة حسد والعياذ بالله أو عداوة أو السعي للخراب بين البيوت. وهذا هو أيضا منتشر ليس في بلادنا فحسب بل حتى في بلاد دول الخليج والدول الإسلامية وغير الإسلامية، حتى إخواننا الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا وأستراليا يعانون كثير من البيوت. وأيضا ليس موضوع السحر فقط بل العين أشد تأثرا، لأن العين حقيقة تخرج من ثلاثة أمور: تخرج عين حسد وعين إعجاب وعين قدر من قضاء الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون مشاهدي الأكارم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وهذا السحر أيضا اليوم سنستمع إلى تعريفه وما الفرق بينه وبين الحسد والسحر والعين، كل ذلك سنتعرف عليه. ولكن سبحان الله هي فعلا قضية ينبغي أن نناقشها ونتداول فيما بينها ونقوي التعلق بالله سبحانه وتعالى. وكيف؟ لأن كثير من الأسر في الحقيقة يذهبون إلى الطبيب، ما يسمونه الطبيب وهو الساحر أو ما يسمونه بالعراف والكاهن. كثير من الأسر للأسف يذهبون لمجرد أنهم وجدوا بعض آثار السحر أو أنهم تعبوا في علاج هذا السحر فيلجؤون والعياذ بالله إلى ما لا يجوز. لا أريد أن أتقدم بالفتية عن شيخنا فسوف يفيدكم هو بنفسه إن شاء الله تعالى، ولكن أنا حقيقة أناقش هذا الموضوع من حرقة لما رأيت من انتشاره في كثير من بيوت المسلمين. أهلا وسهلا دكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا. كما استمعتم إلى مقدمة، السحر مصيبة كبيرة منتشر في إريتريا. ما هو تعريفه وما الفرق بين السحر والعين، وهل سببهما الحسد أم لا؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت، حقيقة السحر دائما ما يتواجد في المناطق التي يقل فيها الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بشرعه والإيمان بالآخرة
وعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وينتشر حقيقة في كل البيئات، ينتشر في البيئات البدائية التقليدية، وكذلك ينتشر في البيئات الحضرية. فقد نشأت في التاريخ عموما البشري حضارات تأثرت بهذا النوع من السحر. قضايا السحر كانت منتشرة في الكلدانيين والبابليين والفراعنة، وفي بلاد الهند وغيرها من البلاد، على كل انتشر فيها موضوع السحر. بالنسبة لتعريف السحر عند الفقهاء يختلفون في تعريفه بأمرين أو لأمرين. الأمر الأول: هل للسحر حقيقة أم السحر هو عبارة عن خيالات وخداع وخفة يد؟ فالذين يرون بأن السحر هو في حقيقته تخيل فقط، كما قال الله تبارك وتعالى، واستدل هؤلاء بهذا الجانب: وسحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس. فيقولون المسألة كل ما فيها هي عملية تخيل وخداع وتصوير تصوير الشيء على خلاف يخيل من سحرهم يخيل أنها تسعى. هذا طبعا ليس رأي الجمهور. رأي الجمهور من أهل السنة والجماعة يقولون بأن للسحر حقيقة، بدليل قول الله تبارك وتعالى: وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. أيضا الخيفة التي حصلت لموسى عليه السلام، لو أن الأمر والله أمر تخيل فقط وليس له ذاك الفعل الحقيقي لما أوجد. موسى نعرف أنه شجاع وأنه من خيرة أنبياء الله تبارك، ومع ذلك يعني حدث في داخل موسى خيفة في داخله لما رأى من هذا النوع. أوجس في نفسه خيفة موسى، أوجس في نفسه خيفة. فالشاهد اختلف الفقهاء وأهل العلم نتيجة هذا الأمر. فالرازي مثلا ومن معه من المعتزلة خاصة، الذين يرون ليس هنالك حقيقة للسحر، إنما هو خداع وخفة يد، وبالتالي أبعدوا كل الأنواع الأخرى في غير هذا الجانب، اعتبروا السحر كله خفة، مثل الحاوي عندنا الآن في زماننا هذا وما يفعله من بعض الحركات التي تعتمد فعلا على خفة اليد وعلى الخداع. هذا نوع من الأنواع. لكن جمهور العلماء يرون بأن السحر له حقيقة، وحقيقته مبنية على جملة من المعطيات والأفعال والأقوال، وبالتالي قالوا هو عبارة عن رقى وتعاويذ وطلاسم وعقد يعقدها الساحر، ونفث النفاثات في العقد، وبالتالي تؤثر في الإنسان في قلبه وبدنه. هذه القضايا التي يقوم بها الساحر تؤثر في عقل الإنسان وفي قلب الإنسان وفي بدن الإنسان، وتؤثر في التفريق بين الأزواج، وتؤثر في الحب والكراهية، وبالتالي له آثار حقيقية. فليست القضية فقط كما يذهب البعض بأن والله هي فقط وبالتالي هذا التعريف ربما هو التعريف المعتمد الذي يعني اعتمده ابن قدامة عليه رحمة الله. قال بأنه عقد وعزائم ورقى يؤثر في القلوب والأبدان. طيب، جميل هذا التعريف. نعم. ما الفرق بينه وبين العين؟ موضوع العين وموضوع الحسد له ارتباط بالنفس الشريرة بشكل عام أو النفس المعجبة. يعني السحر فيه أفعال، السحر فيه أفعال، فيه استعانة بالجن، فيه استعانة بالشياطين، فيه ارتباط عموما بقضايا الكواكب. وإن عقديا نحن لا نقول بأن الكواكب تأثير، لكن هكذا السحرة يعني يربطون قضاياهم كلها تقريبا بهذا النوع من عالم الغيب، سواء كواكب أو عالم الجن، عالم الشياطين، التعامل معهم. وبالتالي هو مجموعة أفعال خارجة عن رضا الرحمن وداخلة والعياذ بالله في عوالم الشياطين. هذا بالنسبة للسحر، يعني غالبا ما يكون فيه استعانة بإيه؟ بالجن أو بالشياطين. وفي نفس الوقت فيها أفعال. بالنسبة للعين والحسد، الحسد هو عبارة عن رغبات وتمنيات شريرة تصدر من النفس المريضة والنفس الحاسدة، النفس التي تتمنى للغير زوال النعمة عنه وإن لم تتحول إليه. فالحاسد أو الحسد تعريفه تمني زوال النعمة من الغير. هذه نفس شريرة، يعني هو كبيرة من كبائر الذنوب. هو كبيرة من كبائر. يعني النفس المؤمنة التي تؤمن بقضاء الله وقدره لا تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. آتى الناس علم، آتاهم مال، آتاهم جاه، آتاهم وجاهة. أنت لا تحسد الناس على ما آتاهم، لأنه محض فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يا سلام. قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما.
هذه كلها مما آتاهم الله. فأنت لا تحسد الناس على ما آتاهم الله سبحانه، ولكن أسأل الله من فضله، أسأل الله من رحمته، أسأل الله أن يرفعك في المقامات وفي الدرجات، وإن فاتك شيء من الدنيا فقد يعوضك الله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، واسألوا الله من فضله. نعم. واسألوا ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة حتى والسلام يجنب الناس هذا النوع من النفس الشريرة، ويجنب الناس الحسد. طبعا الحسد ورد في قوله ومن شر حاسد إذا حسد. صحيح. حتى يتجنب الإنسان الحسد وهذه النفس الشريرة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا النعم، يقول لا تنظروا إلى من هو فوقكم ولكن انظروا إلى من هو. هذا في شأن الدنيا، طبعا في قضايا الدنيا. لأن الله سبحانه وتعالى أعطاك من النعم، إذا بدأت تنظر لمن هو أعلى منك في أمور ربما أنت لم يؤتيك. بعض الناس آتاهم الله الأموال وحرمهم الأبناء. صحيح. وبعض الناس آتاهم الصحة ولكن حرمهم المال. صحيح. فسبحان الله، كل واحد آتاه الله سبحانه شيء، بدل أن يلتفت إلى نعمة الله عليه يلتفت إلى ما آتاه من أبناء، آتاه من صحة، آتاه من وجاهة، آتاه من عافية، آتاه من أنه مرزوق برزق يومه، ولكنه تجد والعياذ بالله ينظر إلى ما لم يؤتي له، والعكس كذلك. فهذه على كل بالنسبة لموضوع الحسد. بالنسبة للعين هي غالبا تنتج عن النفس الشريرة التي لا تربط نظرتها بالمباركة وتربطها بقدر الله ومشيئته. فمثلا الشخص الذي ينظر ويقول تبارك الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله في كل نظراته، بإذن الله تبارك وتعالى لن تكون مؤثرة. لكن بعض الناس تجده ينظر نظرة إعجاب دون أن يبارك. فهذا على كل نفس تعتبر أيضا من آثار النفس الشريرة، وهي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنها حق. والحق طبعا هنا مهمة جدا، يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لها تأثير. طيب، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام لم يسحر، وينكرون هذا رغم أن هذا الحديث ورد في صحيح البخاري بأنه عليه الصلاة والسلام سحر في مشطة ومشاطة، وكان يخيل إليه أنه أتى أهله وما أتى أهله. ما تعليقكم حول هذا؟ نعم. على كل الذين ذهبوا إلى عدم سحر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض العلماء والمفسرين مثل العلامة الجصاص في تفسيره آيات الأحكام، هو خوف هؤلاء من أن الله تبارك وتعالى نفى نفيا قاطعا في كتابه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون مسحورا أو أن يكون ساحرا. فهم قالوا والله إن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر فقد أثبتنا ما يدعيه الطرف الثاني. ولكن الله تبارك وتعالى نفى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون ما يصدر عنه نابعا من السحر. نفى أن يكون ما يقوله عليه الصلاة والسلام هو سحر. لا، ما يقوله وحي من الله، حق من الله تبارك وتعالى، لا يتطرق إليه بأي شكل من الأشكال، لا البطلان ولا الكهانة ولا السحر ولا الكذب. ولكن أيضا موضوع سحر النبي صلى الله عليه وسلم فيه مسألة ربما غفل عنها هؤلاء، وهو أنه صلى الله عليه وسلم يثبت الله له أمرين: يثبت الله له كونه رسول، وفي نفسه يثبت له أنه بشر. يا سلام. لاحظت؟ ففي رسالته لا يتطرق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن هل يعني ذلك أن النبي لا يمرض؟ أن النبي لا يجرح؟ أن النبي لا يمرض؟ أن النبي لا يحصل له ضرر؟ أن النبي لا يؤذى؟ ليس بصحيح. ليس بصحيح. فالنبي يؤذى، ومما حصل له من الأذى هذا السحر. ففي إطار بشريته عليه الصلاة والسلام حصل له السحر. وفي نفس الوقت في قضية مهمة جدا، وهو بسحره عليه الصلاة والسلام تعلمنا الرقية الشرعية، تعلمنا كيفية العلاج، تعلمنا ما ينجم بعد ذلك عن هذا الموضوع. وبالتالي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا صحيح وثابت في البخاري، وبالتالي الحديث فيه من حيث الصحة لا مجال للطعن فيه. ولكن هكذا التوفيق، لم يؤثر سحر النبي، السحر الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر في الوحي، ولكن كان له أثر في مواضيع الخاصة داخل البيت، يرى أنه فعل الشيء ولم يفعله. واستخدم عليه الصلاة والسلام الآيات التي نزلت عليه، آيات المعوذات. نعم، نزلت عليه هذه الآيات: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فجاء جبريل عليه السلام بهذه الآيات وتلاها على النبي صلى الله عليه وسلم، وارتقى به عليه الصلاة والسلام وفك عنه السحر. نعم.
طيب هل السحر والحسد والعين يؤثر على الإنسان في حياته وكيف يتم العلاج؟ طبيعة الحال الذين يقولون، وهو الصحيح، الذين يقولون بأن للسحر حقيقة، السحر يؤثر. نعم. السحر يؤثر في العلاقة بين الزوجين، وهذه بشهادة القرآن. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ويفرقون به بين المرء وزوجه. صحيح. ويقال القاعدة القرآنية أن القرآن إذا حكى أمرا ولم يرد عليه فهذه ثابتة. هذه قاعدة مهمة جدا في القرآن. إذا قال الله سبحانه وتعالى حدث معين حكاه ثم لم يرد عليه، مثلا يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلب ويقولون خمس سادسهم كلب رجما بالغيب، رد عليه. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم لم يرد عليه، سكت. فهنا قالوا محتملة ولكن تلك تم الرد عليه. هنا كذلك النبي الله سبحانه وتعالى يحكي أن الله يفرقون به بين المرء وزوجه، يثبت السحر معناه، فثبت السحر وثبت أثره، ولكن في نفس الوقت علق هذا الأمر به سبحانه وتعالى أنه لا يقع في كونه ولا في خلقه إلا بإذنه، وما يضرون به من أحد إلا بإذن الله. وهكذا أقدار الله كلها تقع علينا بإذنه، يعني لا أحد يصاب بشيء في هذا الكون إلا بأمر فإذا كان بأمر الله سبحانه وتعالى وأصيب الإنسان بسحر فهذا إذن هو خير له، وعليه أن يجتهد في علاجه بما شرع الله. نعم، بما شرع الله اكتسب الأجر. فبالتالي السحر له تأثير فيما يتعلق بالتفريق، له تأثير فيما يتعلق بالمرض وهذا يسمى سحر المرض، له تأثير في التخيل، أحيانا يرى وهو سحر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، يخيل الشخص أنه فعل الشيء ولم يفعله. هنالك سحر له علاقة بالخمول، فالإنسان تجده دائما خاملا غير نشط. هنالك سحر البغضاء، بحيث غالبا، وهذا يدخل غالبا في قضايا الأزواج، فالرجل مثلا يرى زوجته كريهة ذميمة دميمة، والمرأة كذلك ترى الرجل هكذا، وبالتالي يقع بينهم الكراهية. هنالك سحر يسمى سحر التهييج، وهذا له علاقة عموما بارتفاع الشهوة في الإنسان وتهيجه في البحث عن الفاحشة والعياذ بالله، إلى غير ذلك مما هو عموما والعياذ بالله يقع فيه الناس في موضوع السحر. وبعض الناس أحيانا والعياذ بالله يعني يحدث مثلا يكون في امرأة متزوجة فيقوم هو بهذا النوع من السحر، سحر التهيج، حتى تتعلق، أو سحر المحبة فتتعلق برجل آخر. كل ذلك والعياذ بالله مما هو على كل مشهور ومجرب عند من يعرف هذا الجانب. طيب شيخنا، شيخ حسن، كيف نعالج السحر؟ يعني الكثير من الناس ربما ضعف إيمانهم فيعالجونه بسحر آخر، وبعض الناس لا فتح الله عليه وربما صبر واحتسب وبدأ يعالج بالطرق الشرعية، فما هي الطرق الشرعية لعلاجه؟ طيب، أول طريق هو طبعا السحر. عندما يقوم به الساحر أحيانا يكون مكتوبا، يكون مكتوب إما في ورق وإما في خشب وإما في عظام وقد يدفنه في مكان ما، فهذا يتطلب البحث عنه، وهذه أفضل طريقة طبعا، كما حصل سحر النبي صلى الله عليه وسلم، دل جبريل عليه السلام عن مكانه واستخرج وأبطل، بمعنى أن تحصل على السحر ويحصل له الإبطال، يحصل له الإبطال بالقراءة، وعلى كل أهل الرقية يعرفون. فهذا الجانب الأول اللي هو لو استطاع الإنسان أن يتعرف على موقع السحر ومكانه، فهذا. وأحيانا يحصل سبحان الله، وهذه مرت عليه كثيرا، وهو أنه يكون مثلا سحر مخبأ في مكان ما، فتجد سبحان الله عاملينه في شكل طبل، عاملينه في شكل ورق، وهو داخل البيت. المرأة تنظف بيتها وفجأة تحصل على إيه؟ تحصل على السحر. فهذا إذا تم الحصول عليه وأبطل، هذا أفضل أنواع الإبطال. تمام. هذا جانب. النوع الثاني قد لا يكون يعني مكانه معروف أو يمكن الحصول عليه، هذا تستخدم فيه مسألة الرقية الشرعية، اللي هي آيات الله تبارك وتعالى، وخاصة إن ثبت بأن الموضوع سحر فتكثر من تلاوة آيات السحر. جميل. بدأ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وآيات الشعراء، وآيات الأعراف، على الآيات التي ورد فيها معنى السحر كلها تتلى على هذا الإنسان المسحور. هذا جانب الرقية. النقطة الثالثة يمكن الجمع كذلك ما بين الرقية وما بين الرقية وما بين العلاجات الطبيعية، مثل السدر مثلا، تجمع رقية ومعها السدر، وخاصة السدر ثبت وبالتجربة، وكذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشيرون إلى أن والله يخلط مع الماء
موضوع السدر، وهذا نافع جدا ومجرب خاصة لمن وقع في هذا الجانب. أيضا قد يكون هنالك الاستفادة والاستعانة كذلك بالعلاجات الطبيعية المجربة والمفيدة فيما يتعلق بموضوع السحر. أيضا هذا مع الرقية كذلك يمكن أن يستفاد من الجوانب الطبيعية. طيب ما هو ما يسمونه بالخلطة الرومية، وهناك أيضا ما يسمونه بالمحو؟ مشاهدينا الأكارم، سنسأل شيخنا عن الخلطة الرومية وعن المحو، ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا. يا منارة الجنوب إريتريا، يا درة البحر ويا منارة الجنوب. يقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. لك الدين يا رب الحجيج جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات. أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات. عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وكان يستعين بأبي بكر رضي الله عنه لهجو قريش. وذاك أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة فدعا له لا يفضفض الله فات، فعاش 120 سنة لم تسقط له سن واحدة. وقد علمت وما الإقتار من خلقي أن الذي هو رزقي سوف يأتين، أسعى له فيعنيني تطلبه ولو قعدت أتاني لا يعني. خرج من حضرة أمير المؤمنين تاركا رزقه خلفه فتبعه رزقه. ومنهم من قال للنبي صلى الله عليه وسلم معتذرا: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. يعود لكم برنامج مسابقات العشر من ذي الحجة بموسمه الثاني عبر شبكة سلام الإعلامية، والذي يأتيكم في تمام الساعة 4:15 عصرا بتوقيت أسمرة، بدءا من ثاني أيام شهر ذي الحجة. استمر معكم إلى 8 أيام شهر ذي الحجة، وبجوائز قيمة تصل إلى $250 يوميا. نسعد باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فكونوا على الموعد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحمة الله بعباده أن جعل للطاعات أياما ومواسم معلومات، ومن هذه المواسم 10 ذي الحجة، فيستحب فيها الإكثار من الطاعات والنوافل كالحج والعمرة والصيام والمحافظة على الصلاة والصدقة وكثرة التكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وتعلمه وغيرها من أعمال الخير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ومن أهم هذه الأيام يوم عرفة. ومن فضل هذا اليوم على سائر الأيام أنه اليوم الذي أخذ الله فيه الميثاق على بني آدم، واليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، وهو يوم عيد لأهل الموقف بعرفة. شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه لغير الحاج، فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي
قبله والسنة التي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. مشاهدي الأكارم، السلام عليكم، عدنا إليكم. ما زلنا نتحدث عن السحر، كيفية علاجه وتعريفه. تقدم الكلام عن تعريفه وعن كذلك أسبابه وما يؤثر وهل هو حقيقة أو لا، ثم دخلنا في طريقة علاجه، وذكر شيخنا الشيخ حسن جملة من أساليب في علاج السحر، وطرحنا عليه سؤال ما يسمونه بخلطة الرومي في علاج السحر ما هي، وكذلك وما هو المحو. فنعود إليكم شيخنا، أهلا وسهلا، جزاكم الله خير على التعريف. ما هي خلطة الرومي؟ طيب، قبل ما نجي لموضوع خلطة الرومي أحب أنبه إلى مسألة مهمة جدا في مواضيع العلاج، وهي موضوع الحجامة. فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي على كل من القضايا التي وصي بها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الإسراء والمعراج. فكان أهل السماوات يوصونه بمسألة الحجامة، وخاصة الحجامة هنا في موضوع السحر، عندما ترتبط الحجامة بالرقية الشرعية وبالقراءة، ثم بعد ذلك يتم ختام ذلك بالحجامة، فإنها نافعة مجربة. وحقيقة رأيت كثير من أهل الرقية المختصين في هذا الجانب بعد أن يقومون بالرقية ينصحون دائما الشخص المريض بأنه يعمل الحجامة، ولاحظوا أثر ذلك في المريض. بالنسبة لموضوع على كل الخلطات، قد كل إنسان له تجربته وله طريقته على كل ما يتعلق بالعلاج، ولكن ما يتعلق بالخلطة الرومية هي مسألة خلطة السدر مع الملح مع الشب. الثلاث أشياء هذه تخلط مع بعضها البعض، ثم تقسم بأوزان معينة، تقسم على 7 أكياس، ثم يغتسل بها الشخص 7 أيام. كل يوم بكيس، كل يوم بكيس. والاغتسال هذا طبعا مفيد جدا بالنسبة للمسحور. الاغتسال مفيد جدا بالنسبة للمسحور، وربما أيضا لو أخذ بعض الشربات كذلك من نفس الماء الذي يغتسل به قبل الاغتسال، يأخذ شربة أو شربتين، أيضا هذا له أثر فيما يتعلق بباطنه إن كان أيضا السحر سحرا مشروبا. فهذا أول بالنسبة لموضوع الخلطة الرومية يعني. والمحو؟ المحو ربما يعرفه كثير من أهلنا ويستخدمه كان الشيوخ عموما عندنا في إريتريا وفي غيرها من بلاد المسلمين. وفقط ننبه إلى أن المحو مهم جدا، أن المريض أو أهله يجب أن يعرفوا بأن ما يكتب فعلا هو قرآن. إن كان قرآنا فهو شفاء بإذن الله تبارك وتعالى. يا سلام. وننزل من القرآن ما هو شفاء، فهو شفاء للبواطن والأمراض القلوب والنفوس، وهو كذلك شفاء لأمراض الأبدان. فعلى كل هنا يكتب الشخص الذي يرقي أو الشيخ الذي يعني يعالج، يكتب الآيات التي يتلوها، سواء كان آيات الحسد أو آيات العين أو آيات السحر، يكتبها إما على ورق بالزعفران أو يكتبها على لوح خشبي مادة طاهرة، ثم يزيل ذلك عن طريق الماء. يا سلام. يمحو هذه الآيات التي كتبها، يمحوها بالماء أو يدخل الأوراق نفسها في جردل مثلا، أيوه، ثم يقوم بعد ذلك المريض بالاغتسال بهذا الماء، يغتسل بهذا الماء أو يشرب كذلك من هذا الماء، فإنه أيضا نافع ومفيد جدا. طيب شيخنا، ما أثر الدعاء في علاج السحر؟
بطبيعة الحال هذه الأمراض الشريرة والأمراض الباطنية، هذه أمراض سواء كانت نفسية أو عقلية أو كانت متعلقة بالسحر أو بالحسد، كل ما هو غيبي فإن الدعاء من أنفع ما يكون له. يعني لا يوجد شيء لا يرده ولا يدفعه الدعاء، فإنك أنت تكل الأمر إلى الله سبحانه. يعني ربما كل القضايا التي تكلمنا عنها هي فيها أسباب مادية، أما الدعاء فهو سبب إيماني محض، وهو أنك تكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنك، فهو رب الأسباب ورب المسبب. وبالتالي فإن من دعا الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه الضر ويرفع عنه الأذى، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. فالدعاء من أنفع الأشياء وينصح بها على كل في هذا الباب إن شاء الله. طيب شيخنا، كثير من الأسر والبيوت مع الأسف الشديد يذهبون للساحر لإزالة السحر، ما حكم ذلك شرعا؟ وفي الغالب أنه ما يحصل لهم الشفاء إلا ربما في فترة وجيزة ثم يعود مرة أخرى والعياذ بالله. فبالتالي يعني نصيحتكم لهؤلاء وحكم الذهاب إلى الساحر أو الكاهن أو العراف حتى يفيدهم في كيفية علاج مريضهم. نعم. طيب، أول بالنسبة لي طبعا هي للأسف الشديد يعني ما يدفع الناس إلى هذا النوع من العمل والعياذ بالله. أولا الحاجة المباشرة، كون مريضهم متأذي ومتضرر ومتألم ويرون ذلك أمامهم، فأول شيء على الإنسان أن يستحضر أن ذلك نوع من الابتلاء، أن الله سبحانه وتعالى يبتلي هذه الأسرة ويبتلي كذلك هذا المريض لينظر كيف يعمل الإنسان، كيف يتعاطى مع هذا الحدث الذي نزل به، هل يقابله برضاء الله ويقابله بالالتزام بأوامر الله، أم يقابله بالسخط والخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى. جميل. وبالتالي هذه نقطة لا بد أن نستحضرها قبل أن ندخل في موضوع حكم الذهاب إلى السحرة. هذه واحد. الأمر الثاني: السحر من الباطل، والباطل يجب أن يقابل بالحق لا يقابل بالباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فأمر الله تبارك وتعالى أن نبطل السحر، نبطله بالحقائق، نبطله بالآيات القرآنية، نبطله بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ولا نبطله بالذهاب إلى نفس الخط. يعني أنت تقابل الباطل بالباطل فما فعلت شيء، وهذا والعياذ بالله يعتبر سقوط في جزئية الابتلاء. حتى الذين قالوا بأن والله يعني العلاج بالسحر للضرورة، نقول لهم لا ضرورة مع وجود أصلا البديل. صحيح. يعني أنت هنالك بديل شرعي موجود، الآيات القرآنية موجودة، الاسترقاء موجود، الدعاء موجود، اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى موجود، كل ذلك، فلا داعي للذهاب بأي شكل من الأشكال إلى السحرة حتى نحاول أن نقع في محظور. وحقيقة السحر ما بين يعني العلماء بين من يروه كفرا وبين من يروه كبيرة. كبيرة طبعا في السحر اللي فيه قضية التخييل وسعر الخداع وكذا، لكن إن كان له علاقة بالجن وله علاقة بالاستعانة بالجن وله علاقة بالكواكب والاعتماد على الكواكب فإنه كفر بلا نزاع. وبالتالي الذهاب إلى هذا النوع من السحرة فإن الإنسان يعرض دينه ويعرض عقيدته وإيمانه للخطر العظيم، وبالتالي الإنسان عليه الذهاب إن شاء الله إلى ما هو حق ولا يلجأ إلى الباطل. وعن عبد الله بن مسعود قال: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا حديث يعني أو أثر عن عبد الله بن مسعود صححه الألباني. نعم. يدخل ضمن ما ذكرتم شيخنا شيخ حسن. نعم صحيح. نعم. وطبعا هذا يعني ليس مما يقال ليس ما يقال بالاجتهاد، وإنما أكيد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الرفع، يعني إذا صح فله حكم الرفع. أما الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر له، من أتى كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعلا شيخ حسن هذا نتيجته نتيجة ضعف الإيمان. نعم. فإن الإنسان حقيقة يعني إذا ضعف إيمانه ربما يعني يقل دينه ويجعل دينه من اهتماماته الأخيرة مع الأسف، في حين أن دينه هو عصمة أمره، وأنه إذا توفي أو مات يسأله الله عز وجل عن دينه. صحيح. وأن هذه الأمراض يعني هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ولا بد في يوم من الأيام ستزول.
إما أن تزول بالعلاج من الله سبحانه وتعالى، وأن تزول حتى بوفاته. وفي النهاية إذا غمس في الجنة غمسة واحدة نسي كل شيء. فحقيقة نجي يعني هنا يعني ينبغي للمستمعين أن يعني يحذرون شد الحذر من الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين. نكرر هذا الشيخ حسن ونؤكد عليه لأنه مشهور حقيقة بين الناس. يعني المرأة مثلا إذا وجدت من زوجها النفرة ووجدت منه عدم التجاوب تسارع للذهاب إلى السحرة، وإذا وجدت أن مثلا ابنها مريض أو حصل له مرض معين بسبب عين أو سحر تسارع أيضا إلى السحرة. هناك فعلا ضعف إيمان بالله سبحانه وتعالى. فمن هنا نؤكد على أهمية التعلق بالله جل وعلا، وأنه هو سبحانه وتعالى النافع الضار وبيده الشفاء. وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يشفي. الله سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء. ونحتاج منكم مشايخنا وأساتذتنا علماءنا أن تؤكدوا للناس هذا الجانب المعتقدي المهم، أن حقيقة ضعف الإيمان في هذا الجانب في إريتريا بالذات كثير جدا، كثير مع الأسف الشديد. يعني نؤكد هذا مرارا وتكرارا. طيب شيخ حسن، عندكم تعليق في هذا؟ والله بس أحب أن أعلق في مسألة مهمة جدا، لأن نحن الآن دخلنا يعني تعاملنا مع الموضوع بعد وقوعه، لكن هنا أنبه إلى قضية مهمة جدا لا بد من المشاهدين والمستمعين أن ينتبهوا إليها، وهو كيف أنك تحصن نفسك قبل أن يقع فيك هذا الموضوع. يا سلام. يعني تلاوة القرآن الكريم، المحافظة على الصلوات، الأذكار في الصباح والمساء، الاستعانة بالله تبارك وتعالى، خروجك من البيت، أذكار الطلوع من البيت، الدخول إلى البيت، كل ذلك حقيقة مما يحصن الإنسان. صحيح. يعني تصور لما مثلا والله شخص يخرج من البيت يقول بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول والله يقول ملائكة كفيت وشفيت فالإنسان كيف يضع نفسه في سياج من هذه عوالم الشر هذه، سواء العيون، الحساد، الشياطين، الجن، السحرة. أنت عندك ما شاء الله من آيات الله. فمثلا لو أن الإنسان بعد صلاة الفجر قرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، ثم قرأها بعد المغيب 3 مرات، ثم قرأ أواخر البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كفي ليلته، وقرأ آية الكرسي مثلا في الصباح والمساء، كل ذلك من الأذكار التي حقيقة تحصن الإنسان بإذن الله تبارك وتعالى ولا يقع في تأثير ذلك. أيضا من الأشياء المفيدة جدا والواقية من موضوع السحر كذلك التمر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أكل 7 تمرات في الصباح فإنه يكون من تمر العجوة، من تمر العجوة، فإنه يكون إن شاء الله أو من تمر المدينة. من تمر المدينة. طيب سؤال ورد أنا في الفيسبوك شيخ حسن يقول مشايخنا الكرام ماذا يصنع من شك في شخص ما بأنه هو من كان سبب سحره أو هو نفسه الذي سحره، كيف يتعامل معه؟ على كل إذا كان في مجال للتفاهم معه فالتفاهم خير. أقل شيء أن يقول له والله يدلني على مكان السحر لنبطله وأنا أسترك، هذه واحد. هنالك طرق كذلك التي سلكناها في أن الإنسان، لأنه الآن الإشكال الموجود عندنا خاصة في واقعنا المعاصر، الدول لا تتعامل مع موضوع السحر باعتباره جريمة. هذه إشكالية كبيرة. يعني نحن كنا دائما تواجهنا في الدراسات القانونية، هل الساحر مجرم؟ وهل السحر جريمة؟ أنت ترى الآثار والأفعال والأمور والأمة ذاهبة، فقط هم يحاربونه في إطار الشعوذة والدجل، يحارب، لكن لا تجد هنالك عقوبات صارمة في أنه والله هذا الساحر إذا ثبت أنه ساحر ما هو حكمه. يعني نحن الفقهاء حكمه ضربة بالسيف، ضربة بالسيف، فهذا الحكم الآن معطل. أيوه، إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. يعني فهذا النوع من الخطر للأسف الشديد نحن يجابهنا بشكل، يعني يجابه المجتمعات عموما في أنه لا يجرم هذا النوع من لكن أنت الآن تدرك بأنه والله في شخص بعينه رابط في مكان ما يأخذ أموال الناس بالباطل، يضر الناس، يؤذيهم في أبدانهم في كذا، والسلطات تنظر إليه بل تخاف منه، بل تخاف منه. لكن مثلا تخويف هذا الشخص بطريقة أو بأخرى نعم. بالله سبحانه وتعالى، طبعا التخويف بالله، تذكيره بآيات الله. نعم. أنه والله إذا ذهب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر فإنه سيلقى الله تبارك وتعالى. تذكيره بأنه والله أنا ما يقع علي من ضرس أدعو عليك،
وانت يجب ان نعم. تحرص. صحيح. هذه القضايا المظلوم مساله مهمه ليس جدا. بين في الله النهاية وبين الله والله حجاب. تضررت من فعله. يبعث له ايضا من الفضلاء والمشايخ والعلماء. نعم. يرسل اليه بعض الوعاظ ينصحونه صحيح. بطريقه او باخرى، بحيث انه يعني ما يتسبب هذا الكلام في النفره والخصام بينه بشكل اكبر. نعم. طيب شخص لو يعني غلب على ظنك أنه هو الذي وقع منه العين، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن رجل قال من تتهمون؟ نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام من تتهمون؟ فإذا كنت أو كان المعيون يتهم زيدا من الناس، نعم. فإن قال له العين منك غضب ذاك، وربما عاد، وربما هذا الشخص أيضا يكون قريبا، أختا، أخا. نعم. فما الطريقة المثلى للأخذ من أثره أو من وضوئه؟ نعم. على كل في طريقة أنه الله يتوضأ بأي طريقة من الطرق وأنت تأخذ آثار وضوئه وتغتسل بها. هذه طريقة، ولو تفاهم معه طبعا أفضل. طيب عندنا اتصال، تفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشايخنا الكرام وبارك الله فيكم، حلقة مميزة وممتازة جدا، الله يكرمكم. طيب ارفع الصوت، غير مسموع. مسموع يا شباب؟ أنا عندي سؤال واحد يا شيخنا. تفضل. هل هناك فرق بين الكرامة والسحر؟ هل هناك فرق خاصة بين يقول لك إنه فلان عنده والسحر؟ كرامة. أيوة. نعم. يعني خاصة يعني احنا مبتلين به والزمن ده، انه بيقول لك فلان ده عنده كرامة، فلان ده عنده كرامة، ده بيعمل كده، ده بيسوي كده، ده ما يصلي في الحرام، ده كده. هل الأشياء دي موجودة ولا تعتبر من السحر؟ طيب جميل جميل. وبارك الله فيكم. شكرا لك أخي الكريم. ما الفرق بين المعجزة والكرامة والسحر؟ وهل هناك فعلا ما يسمى بالكرامة؟ السحر عرفناه، لكن ما هي الكرامة؟ طيب أول بالنسبة للمعجزات تكون على أيدي الرسل قولا واحدا، يعني ما في معجزات تكون على يد ساحر ولا تكون على يد صالح أو لا. المعجزات هي بينات الأنبياء والرسل، يخرق الله لهم القوانين ويعطل لهم ما هو معلوم وسائد، ليكون بينة ومعجزة وتحدي فيما يتعلق بما جاءوا به. جميل. هذا ما يتعلق بالمعجزات. تقع على أيدي الأنبياء. بالنسبة للكرامات تقع على أيدي الصالحين، والأصل فيها عدم الإظهار. المعجزة الأصل فيها الإظهار، الكرامة الأصل فيها عدم الإظهار. يعني الذي تقع له من الكرامات ما مطالب أصلا بأن يقول للناس إنه والله حصل لي كذا كذا كرامة. هي مفيدة للشخص في نفسه، تثبته. طيب فإن رآها غيره؟ إن رآها غيره هذا شأنه، لكن يعني تختلف عموما عن السحر، فهي لا تضر أحد ولا تؤذي أحد ولا يتضرر منها، بالعكس هي مفيدة لمن وتدل على صلاح هذا الشخص وتثبته. طبعا الكرامة عادة تحصل شيخنا على الأولياء. نعم. أولياء الله، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا سلام. والساحر هل هو ولي الله؟ لا بطبيعة الحال الساحر بين كافر ومؤتي كبيرة، يعني إما أن يكون كافرا بالله تبارك وتعالى، وإما أنه مرتكب كبيرة إن كان سحره من السحر الذي ليس فيه. هل الساحر يصلي يا شيخ؟ هل يشهد؟ للأسف الشديد معظم السحرة الذين يقعون في الأفعال الكبيرة لا يقع، ولا خصوصا لما يتعامل مع الجن. لا بد له من الكفر بالله، إما أنه يرمي المصحف والعياذ بالله في موقع من مواقع القاذورات، وإما أن يترك فرض من الفرائض حتى لو صلى. لا بد لهم أن يخرجوه من الدين بجزئية من الجزئيات، إما أنه يسجد لهم في لحظة من اللحظات، تأتي في موقع يسجد لهؤلاء. فعلى كل الساحر غالبا، وهو أيضا الذي يا شيخنا كريم يطلب من المسحور أو من يريد علاج السحر بنفس الطريقة. نعم. بنفس الطريقة بالكفر. أفعل كذا. أحيانا يطلبون في بلادنا. نعم. أن يذبح كبشا. أيوة. بلون أسود. هذا الكبش وهذا الديك وهذا الدم معظمه يقول لهذا بالله لهذا. نعم. وهو كفر، نسأل الله العافية والسلامة. أحسنت. والعياذ بالله أحيانا حتى تجدهم مثلا يعني أسوأ أنواع السحر والعياذ بالله أنه يأتي بدماء الحيض ويكتب بها آيات الله تبارك وتعالى، والناس مساكين يظنون بأنه يكتب قرآن، هو أتى بنجاسة ولوث بها آيات الله تبارك وتعالى. فهذه كلها كفر والعياذ بالله. وبالتالي هذه الفروق. يعني 10 ثواني تنصح بها
المسلمين في إريتريا خاصة وفي عموم المسلمين عامة فيما يتعلق بكيفية علاج السحر والتحرز منه؟ أن الله تبارك وتعالى قال إنما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فمن يبطل السحر هو الله، ومن يبطل السحر هو آيات الله، ومن يبطل السحر هو مسألة الله سبحانه وتعالى والدعاء إليه واللجوء إلى الله تبارك وتعالى والاستعانة به وتلاوة آياته والمحافظة على الصلوات الخمس وتلاوة القرآن باستمرار، فإن كل ذلك إن شاء الله من الأشياء التي تحفظ الإنسان قبل أن يقع عليه هذا النوع من التأثير، أيا كان تأثير العين، تأثير الحسد، تأثير السحر، كل ذلك بإذن الله يبطله الله سبحانه وتعالى بآياته. الأمر الثاني أيضا نذكر والعياذ بالله هؤلاء الذين يقومون بهذا النوع من الأعمال، نذكرهم بأنها فترة قصيرة، قد تستفيد الآن فعلا بعض المال وقد تخدع البسطاء وتأخذ أموالهم فتكون والعياذ بالله أكلت سحتا وكسبت كفرا، يعني لم تفعل شيء أنك أتيت بما يسخط الله تبارك وتعالى وأكلت أموال الناس بالباطل، وتأتي يوم القيامة وأنت مسؤول عن هذا الأمر كله والعياذ بالله، أموال الناس، ضياع الناس، فأنت من جانب فعلا تأخذ مال من شخص والمال حرام وتؤذي شخص آخر وتفسد في الأرض وتوقع البغضاء وتوقع الشحناء، مع أننا نقول بأن كل ذلك لا يقع إلا بعلم الله تبارك وتعالى وبإذنه في هذا الكون، لأنه لا يقع في كونه ما لا يريد، ولكن ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يعني يجعلنا من أهل التقى وأهل الإيمان الذين لهم ولاية الله سبحانه وتعالى، المعصومين المحفوظين بإذن الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك دكتور حسن سلمان. مشاهدينا الكرام، لا زيادة على ما ذكره شيخنا وتاج رؤوسنا الدكتور حسن سلمان، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، ونسأله أيضا سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من السحر والعين، وأن يحفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فهو سبحانه وتعالى النافع الضار، ولا يمكن أن يحدث الإنسان إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فإذا كان كذلك فنحن نقول كما قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل عام وأنتم بخير حتى ألقاكم بعد العيد إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى لكم التوفيق والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من